خرجت مظاهرات في مختلف أنحاء العالم احتجاجا على ما يسميه المنظمون جشع الشركات الكبرى والفوارق العميقة بين الفقراء والأغنياء. ودارت مواجهات عنيفة في العاصمة الإيطالية روما، فيما اعتقلت الشرطة الأمريكية 14 ناشطا في حركة احتلوا وول ستريت التي دعت إلى الاحتجاجات. أعنف هذه الاحتجاجات شهدتها العاصمة الإيطالية روما. المتظاهرون هاجموا مباني عامة ورشقوا عناصر الشرطة بزجاجات الحارقة، وشوهدت النيران تندلع في قسم من مبنى وزارة الدفاع الإيطالية. الحصيلة عشرات الجرحى، إصابات بعضهم خطرة. الحركة الاحتجاجية التي شملت مئات المدن في العالم اتخذت شعارا لها: احتل وول ستريت، وهي بدأت من الولايات المتحدة التي سارت في مدنها تظاهرات، ولا سيما نيويورك ردت عليها الشرطة بتوقيفات طالت نشطاء في الحركة. وهذه ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها جماعات مناهضة العولمة والحركات الاجتماعية للتعبير عن رفض السياسات الرأسمالية في العالم، إلا أن هذا العام ترافقت مع احتجاجات نقابية وعمالية على سياسات التقشف التي فرضتها الكثير من الحكومات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. في أوروبا تحديدا ظهر هذا التقاطع، ففي اليونان التي لم تتوقف فيها حركة الاحتجاجات النقابية منذ أشهر، تجمع الآلاف في ساحة البرلمان بأثينا منددين بسياسات الحكومة الاقتصادية. العاصمة الإسبانية مدريد شهدت بدورها تظاهرة شارك فيها بضعة آلاف، وسارت تظاهرات في أكثر من 50 مدينة ألمانية، فيما قامت الشرطة في المساء بإخلاء محيط البرلمان في العاصمة برلين من المتظاهرين. كما خرج نحو 40 ألفا في العاصمة البرتغالية لشبونة. وسجلت احتجاجات مماثلة في فرنسا والسويد وكرواتيا وفي الفلبين وكندا ونيوزيلندا ودول أخرى. أما في الدول العربية فكانت المشاركات رمزية، كما حصل في القاهرة حيث تظاهر العشرات مطالبين بالعدالة الاجتماعية. وائل الحجار، BBC. وفي العاصمة البريطانية لندن أوقفت الشرطة ليلة السبت الأحد 3 أشخاص على الأقل أثناء مشاركتهم في التظاهرات المناوئة للسياسات الاقتصادية الرأسمالية. وتجمع المتظاهرون خارج كاتدرائية القديس بول مطلقين شعارات منددة بما سموه جشع الشركات المالية والمصرفية، ونصبوا خيما للاعتصام واصطدموا مع الشرطة التي طلبت منهم المغادرة. آلاف من المتظاهرين الذين نزلوا إلى مختلف الشوارع الأوروبية ليعبروا عن غضبهم احتجاجا على تدهور أوضاعهم الاقتصادية والأزمة المالية التي لم تنتهي فصولها بعد. وعلى غرار الربيع العربي، ولكن في إسبانيا هذه المرة وفي مدريد تحديدا، تشكلت منذ الربيع الماضي حركة أطلقت على نفسها تسمية الغاضبون. خرج ناشطوها الذين بات شبح البطالة يطارد 20% منهم في أول يوم تعبئة عالمي ليتظاهروا ويعبروا عن سخطهم وغضبهم تجاه سياسات بلدانهم. نحن نمثل الأكثرية، نحن نمثل 99% من الشعب، وجئنا لنطالب بحريتنا. لن نقبل بأن نعامل معاملة العبيد، ولن نقبل بأن يستمر الوضع على ما هو عليه. ورغم عدم وجود قائد أو زعيم يترأس حركة الغاضبون، إلا أنهم دعوا شعوب العالم أجمع إلى الخروج للساحات والشوارع والتظاهر في 751 مدينة في 82 بلدا. حركة أخرى تدعى Occupy Wall Street أو احتلوا وول ستريت خرجت في نيويورك احتجاجا على البطالة وانعدام المساواة الاجتماعية، بشرت بخريف ساخن. أما في روما، حيث اعتبرت وأثينا العاصمتين الأكثر معاناة نتيجة الأزمة المالية، كانت الأجواء أكثر عنفا، حيث قامت مجموعات من المتظاهرين بتكسير زجاج واجهات المصارف وإدرام النار في سيارتين، كما هاجمت وأحرقت مبنى تابعا لوزارة الدفاع الإيطالية. هذه ليست سوى بداية لثورة ستشهدها البلاد، لا يمكننا أن نسكت أكثر من ذلك، والسياسات الخاطئة هذه التي تستمر بها حكوماتنا
أصبحت تخنق حياة الناس بطريقة واضحة جدا. التظاهرات هذه وإن ما زالت غير منظمة بعد، إلا أنها ستقلق راحة بعض حكومات دول اليورو، خصوصا في ظل الإصرار على رفع صوت المطالبة بالحق والحرية من قبل ناشطيها، الذي وعلى ما يبدو أنه لن يخفت قريبا.